إذا حابين تعرفوا كيف الطريقة والحشوات المختلفة تابعوا معي الفيديو للأخير، ولا تنسوني من المتابعة والاشتراك بالقناة. هاي المكونات اللي محتاجتها للسوشي: وهي جبنة كريمي، أي نوع بتقدروا تستخدموها. هلأ نحنا هون بدنا خل رز، بس بصراحة أنا خربطت وما جبت حق شي تاني، فرح استخدم اليوم بداله خل التفاح. وهون عندي أنا نقعت كاستين رز، إسا ما نقعتهم، هلأ بدي غسلهم ليروح النشا من هاي الكاسة. وأنا جبت هذا المايونيز وهذا، وإذا بتحبوا فيكم تستخدموا كمان الشطة. هلأ جميع المكونات تبع السوشي اللي جبتها هي من الريفي. هلا اول شغله رح نضل نغسله ليروح النشا منه، وكل كاسه رز بدها كاسه ونص مي. هيك انا غسلتهم لراح النشا. هلا حطيت 3 كاسات مي. هلا بنشعل الغاز على وسط وبنتركهم لحتى يستووا عنا، تنشف المي. غطوها وبس تنشف المي شيلوه عن الغاز. هلا رح احط كميه سكر اكبر من كميه الملح. هاي كميه الملح. هون حطيت معلقتين من الخل، رح ضل حركن لحتى يدوب عندي السكر والملح. هلا هون انا دوبت الكمية كلها، وحطيت تقريبا معلقة من هاي مي فوقهم، لانه الخل اللي عنا اذا مو خل السوشي بيكون كتير قوي.